الحاجة اللي كتاخدها ساهلة كتدفع الثمن ديالها غالي في الآخر. قصتنا اليوم قصة واقعية ومن العيار الثقيل، قصة مرعبة لدرجة كبيرة. قبل ما نبداو كنعتذر على التأخر ديالي، حيت هادي 20 يوم ما بقيت لحت لكم شي قصة لأسباب خارجية. ما نطولش عليكم، كيف العادة دير معاك لايك وبارطاجي الفيديو مع الأصدقاء، ولا ما كنتيش مشترك باش نوصلوا 1000 أخ وأخت في هاد القناة. يلا بينا نبداو. تيقول مصطفى: الاب ديالي كان رجل بسيط ومن عائله بسيطه، وكان متخرج من الكليه ديال التجاره. هاد القصه غنعاودها على لسان الوالد. تيقول عبد الرحمن: كان الحلم ديالي هو ندير عائله ونكون اسره صغيره ونخدم عليهم، وكان الطموح ديالي صغار بزاف هو نجمع الفلوس. ولكن كان في داك الزمان اللي كنت عايش صعيب دير الفلوس، وما كانش عندك منطقه وحده اللي تقدر تخدم فيها، حيت كل منطقة كان فيها ضعف في الاقتصاد، وكانت التجارة قليلة. وكنت كنحب واحد البنت، كان الحلم ديالي هو نتزوج بها. كان اسمها منى. تقدمت ليها وطلبت اليد ديالها من الوالد، ولكن كان رفض، حيت انا بطبيعة الحال ما عنديش فلوس وما عنديش فين نستقر معاها. ولكن الصراحة بقيت صار على هاد البنت، ودرت النفس باش نوض نجمع الفلوس ونخدم، على الرغم ان والدها رفضوا. ولكن انا بقيت باغيها ومشيت نقلب على خدامي. ولكن بطبيعة الحال الرفض، حيت كل تاجر او محل ما عندوش باش يسر راسو هو الاول، عاد يجي داخلك انت باش تخدم. ولكن بقيت مقاتل حتى لواحد النهار كان طالع ليا الدم وعيط عليا الصديق ديالي اللي سميتو سعيد، قال لي نتلاقاو في قهوة. مشيت عنده، بقينا مريحين في القهوة وجبدنا مواضيع كبار ومشاريع كبار، كيفاش نديرو الفلوس وشنو هما المشاريع اللي كنا خاصنا نخدمو فيهم. ولكن كل مشروع كندويو عليه كان خاصو راس مال كبير بزاف. حنا ما عندناش باش نجمعوا الفلوس، ولكن كنا كل مرة كندويو على هذا الشيء من تتجمعوا في القهوة. ولكن للأسف هاد الأحلام ما غاديش يتحققوا، حيت ما عندناش الفلوس. كيف العادة مريحين في القهوة كنجمعوا على المشاريع. واحد المرة قال لي سعيد واحد الهضرة أول مرة نسمعها من عنده، والصراحة صدماتني. قال لي إلا باغي راس المال ونفتحوا المشاريع اللي كنحلموا بهم ديما، خلينا من هاد الأفكار الخاوين والأحلام اللي ما عمرها بغيت تحلموا. عندي لك حل، هو نبداو نسرقوا بنادم ونجمعوا الفلوس، وبهاد الطريقة نقدروا نديروا الفلوس بزاف ونفتحوا المشاريع ديالنا اللي بغينا. قلت ليه: واش من نيتك السي سعيد؟ هاد الهضره كتقول راه ما كتدخلش العقل، حنا ماشي من هاد النوع ديال البشر باش نوضوا نسرقوا بنادم ونتعداو عليه ونديو ليه رزقه. انا كاع متفق معاك في هاد الشيء، وانا نوض وانا نخليه وانا نمشي للدار. دخلت للدار وانا نتعشى، ومن بعد وانا نقصد البيت ديالي ما حطيت راسي على المخده وبقيت كنفكر في داك الشيء اللي قالوا لي سعيد. والشيطان في هاد الوقت كان كيلعب ليا في دماغي. بديت تنقول ونفكر في راسي: هاد الشيء اللي قالوا لي سعيد كلامه صحيح، انا تحتم عليا نوض نسرق حيت ما عنديش، والناس ديما حاقريني. كون كانوا ما باغينيش نوض نسرق ولا ندير شي حاجه خايبه كون ساعدوني في الاول. واصلا هما ما مهتمينش ليا، اصلا واخا نسرقهم ما عندهم باش ينفعوني، حتى هما اصلا فقراء بحالي وكتر، اصلا ما عندهم ما يديروا بيا. كون كانوا كيتفكروني كونوا ساعدوني من شحال هادي. كاع الا سرقت شي واحد فيهم ما غاديش نحس بالذنب ولا نحس بتأنيب الضمير، حتى هما دائما كيضربوا على المصلحة ديالهم، مصلحة الغير ما كيعرفوش ليها. في اليوم الثاني كيف العادة تلاقينا في القهوة أنا وسعيد ومريحين، ويجبد لي نفس الموضوع ديال السرقة. وانا نقول ليه: عرفتي انت بهاد الافكار ديالك غادي تدخلنا للحبس. ويقول لي: ها انت قلتيها، يعني انت اصلا كتفكر في هذا الموضوع، يعني من قلت هذه الكلمه كتفكر باللي باغي تسرق. قلت ليه: ولكن الا بنسرقوا رانا معروفين في الحي ديالنا ولا في المدينه ديالنا، مدينه صغيره والناس بسطاء، شنو اصلا غنسرقوا منهم؟ يقول لي: لا، حنا راه ما غنسرقوش من هنا، واصلا ما غنسرقوش بنادم اللي كنعرفوه، حنا غنسرقوا نوع اخر من بنادم. قلت لي: كيفاش اي نوع اخر من بنادم؟ قال لي: احنا غنسرقوا الناس اصلا اللي ميتين. قلت لي: كيفاش ميتين؟ واش من نيتك؟ قال لي: احنا عندنا واحد الدار قديمه في واحد الجبل، كانت قديمه ومولاها مات تيجينا من العائله،
وانا نقول ليه كيفاش مات، واش الداخين اللي كتعرفوه غني ولا شنو؟ قال لي لا. قلت ليه شنو كاين؟ قال لي بلي هاد الراجل اللي كنعرفو من العائله ومات وخلى دارو بوحدو هو غني، ولكن الغنى ديالو جا من السحر. قلت لي كيفاش السحر؟ قال لي بلي واحد المره مشيت انا وواحد الفقيه، دخلتو الدار ودار عليها واحد العزومات، واحد الطقوس، ويقول لي بلي هاد الدار هادي كاينه تحتها مقبره وقديمه، وهاد المقبره بطبيعه الحال يقدر يكون فيها الذهب والجواهر. وانا نقول ليه كيفاش الجواهر وكيفاش الفقيه عرف هاد الشيء؟ بالنظر ديالكم هذا راه ماشي فقيه، هذا راه باين سحار ومشعوذ. هو سعيد قال لي فقيه باش يغطي على الذنب ديالو وصافي. قلت ليه كيفاش كتفكر كيفاش نسرقوا الناس ميتين؟ قال لي تعال نعاود ليك. وانا في هاد اللحظه وانا نجمع القعده ديالي وبقيت كنتصنت ليه، وانا كنت صناط ليه وكنت خايل قدامي الزوجة ديالي منى وشاري ليها احسن لباس، وعندي الطوموبيل وعندي الدار، وحدي كنسمع الكلام من عنده وانا كنجيد في التخيل ديالي. وانا نقول ليه شوف انا داخل معك في هذا البلان، اللي كان هادشي كامل في هادشي ديال الفلوس انا معاك. وانا نقاطعو في الكلام ديالو، قلت ليه حنا غا جوج والحفير يكون صعيب علينا. قال لي انا اصلا داوي مع واحد اخر ثالث فينا. قلت ليه كيفاش الثالث؟ كتعرفوا؟ قال لي اصلا هو مشعوذ وسحار وعنده مع الحفير وكيعرف يدير الطقوس ديال استبعاد الجن من المكان. قلت ليه بلان. قلت ليه ولكن معدات ودشي شكون اللي يشريهم؟ قال لي خاصنا كذا وكذا ديال الفلوس باش نشريو كاع جميع المعدات ديال الحفير. وانا نقول ليه شوف تخرج تخدم وانا نخرج نخدم، كنجمعوا داك المبلغ ونشريو جميع المعدات ديال الحفير. من تما السيمانه حنا خدامين كنجمعوا الفلوس باش نشريو المعدات ديال الحفير. تما في الاخير ديال اخر السيمانه وحنا نتجمعوا وشرينا ديك المعدات. وفي اليوم الثاني نهار الاثنين بالليل حنا نتحركوا لديك الدار بثلاثه انا وحنا نقصدوها. من تما سعيد ويفتح داك الدار بالسوارت، ما تفتح الدار مع بين ندخل انا، هما سبقوني ما بين ندخل انايا ويضرب فيا واحد الرائحه خايبه. وداك الدار مع الدخله كيبان ليا كامله قديمه والحيوط مشقين، يعني دار مرعبه لدرجه كبيره. انا حسيت بواحد الطاقه سلبيه كتنبعث من داخل ديال الدار، بقيت مصدوم ومخلوع، يعني لا اراديا بقيت واقف ومصدوم بزاف، ما فهمت والو شنو كاين في هاد الدار. حتى كيعيط عليا السعيد ودخل راه الليل هذا ما بقاش لنا الوقت باش نحفروا. من تما وانا ندخل خايف بدينا كنحفروا حتى ضربنا واحد 5 متر في ديال الحفير، وداك الفقيه او المشعوذ كيعزم على الحفره وحنا قاعدين تنحفروا حتى تقريبا ضربنا ساعتين ديال الحفير، حتى كيتبان لينا واحد الباب كاين لتحت ويجي داك الفقيه او المشعوذ عفوا هو يفتحوا لينا. من تما كيبان لينا دروج هابط لتحت الارض وكاينه الظلمه وكيخرج منه واحد الهواء يعني بارد وخفيف لدرجه الجلد ديالنا تشعرن. وقلنا داك السحار شنو كتسناو هبطوا. شعلنا واحد الشعلات وهبطنا، مع الهبط اللي كنهبطوا كاين غير الظلام 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 في كل قنت. بسبب ديك العافيه اللي شاعله كيبان لنا الغبره كطير في السماء بسبب داك الشيء اللي كان طاح من فوق. كاين الغبره زائد الضيق والريحه الكريهه خارجه من ديك المقابر، يعني كاينه طريق طويله وفي الجناب كاينين واحد الغرف، وديك الغرف كلها غرفه فيها قبر ديال شي واحد ميت من الناس القدام. تما في ديك اللحظه هو سعيد خرج واحد البيل من الجيب ديالو وبقى كيضاوي حتى كيضرب فينا واحد الريح قوي جاي من الداخل ديال المقبره وبارد، ضرب في اليد ديال سعيد حتى طاح البيل ديالو من ايديه. في ديك اللحظه اللي طاح فيها البيل طاح في الارض والضو ضرب في واحد الحاجه كتبري من بعيد. تما وانا نقصدها وانا نتلاقى واحد العلبه طايحه حدا واحد الباب ديال الغرفه طايحه وقديمه ديك العلبه. تما وانا نهزها في البلاصه وانا نعطي الظهر لسعيد وداك السيد اللي معاه، وانا نفتح ديك الصندوق الصغير وانا نتلاقى واحد الخاتم ديال الذهب، خاتم ديال الذهب ووسطو حجره مدوره وكان على الحجره نقوش بالعربيه وغريبه. انا مع شفت داك الذهب ما بغيت حتى شي واحد فيهم يشاركني في هذا الخاتم. في البلاصه ما ديك الخاتم في الصندوق وانا نديرو في جيبي حتى كنستوعب باللي انا بوحدي اللي كاين في هذه الغرفه. كنخرج منها كاين غير الظلام وانايا والبيل اللي عندي. كنعيط والسعيد
وشنو كاين هنا؟ واش كاين شي واحد فيكم كان عيط على السيد الاخر؟ ما كاينش. كاين الصوت ديالي كيتعاود في داك الغرف. كندور الجهه الاخرى ما كاين والو. وايلي، هادو فين مشاو؟ وانا نرجع للبلاصه اللي كنت فيها في الاول، وبقيت واقف ومخلوع وخايف ومتوتر. يعني هادو ما كامله دقيقه كانوا معايا. وايلي، فين اختفاو؟ حتى في واحد اللحظه كنسمع التخرشيش من ورا داك القبر، وانا نطل. وديك اللحظه اللي طلعت فيها اخيب منظر نقدر نقول لكم شفتو في حياتي. هذا المنظر اللي شفتو ما كيستوعبوش العقل، حيت هذا المنظر فايد الخيال الفوق. شفت معزة واقفة على رجليها. في هذيك اللحظة حسيت براسي ترفعت، وانا نضربها بواحد اكبر غوطة في جهدي، وانا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني غوت بحر جهدي، وكنقرا الايات اللي حافظهم، وكنقول المعوذات والاذكار. خلطت كل شيء بسبب الرعب اللي شافوا عينيا. يعني تشوف معزة واقفة قدامك وعلى رجليها، منين جات الله أعلم. ذاك المنظر ما كيستوعبوش العقل. ما بقيتش قادر نتحرك، كنحاول نحرك رجلي ولكن مجمدين في بلاصتهم، وانا كنغوت وكنذكر الله حتى كنحس بشي حاجة لدغاتني في رجلي. كنهز البيل كنضوي على رجليا حتى كيبان لي غا الديل ديال شي لفعة دايج من فوق رجلي. يعني شي حاجة لدغاتني ولكن راه باينة لفعة. يعني من ضويت كيبين لي غا الديل ديالها كيتحرك، الراس ديالها دخل في الظلمه. حتى كنضوي على الديل كيتبان لي لفعه كحله خلات كامله في واحد الغار حدا داك القبر. والله العظيم بشده الخوف ما حسيتش بالالم ديال ديك اللدغه. بديت تنغوت وتحركت وبديت تنجري وسط ديك المقبره، كنغوت بصوت عالي على سعيد وداك السيد باش نخرجوا من هنا في اقرب وقت. وانا كنغوت وكنعيط حتى كيبان لي الضو ديال البيل كيضرب ليا في ظهري، وانا كندور مع درت كيبان لي البيل قريب ليا بزاف. انا ما كيبانش ليا شكون داك الشخص اللي هاز البيل. تما انا نتخلع وبقيت كنجري هارب منه. تما انا تلاقى خا حيط اللي بقى قدامي، وانا متك عليه بظهري وغمضت عيني حيت ما باغيش نشوف شي منظر اخر يقدر يقتلني بشدة الخوف. تما بديت نقرا في القران ومخلوع ومغمض عيني حتى كنحس بالضو قرب ليا عند وجهي، حتى تحطت عليا ايد في كتفي. تما وانا نحلو مخلوع، وانا نتلاقى باللي سعيد حط ايدي على كتفي وتيقول لي مالك كتغوت وتقرا في القران؟ مالك على هاد الحاله هذه؟ وانا نقول ليه فين كنتو؟ قال لي انا كنت نعيط عليك وعبد الرحمن، انا راه سعيد كاين هنايا تعالى، وانا كنشوف فيك كتجري وكتقرا القران وهارب مني. تنقول لك تعالى لعندي راني سعيد، ولكن انت كتهرب كتقرا القران بصوت عالي. تتبعتك انا بالبيل وتما لقيتك مغمض عينيك كتقرا القران وكتضرب في الخوا بحال كتقول بعد مني بعد مني. في الاخر وانا حط ايدي على كتفك ودابا تهدنتي. واش وقع معك شي حاجه؟ مالك وصلتي لهاد الحاله هادي؟ مالك كتعرق لهاد الدرجه هادي؟ واش بك شي حاجه؟ نخرج دابا من هنايا. وانا نقول ليه تسنى، انت اصلا علاش خليتيني بوحدي في هاد المقبره؟ مشيتي انت والسيد وخليتوني انا بوحدي هنا في الظلام. قلت ليه علاه درتو هاد الشي هذا؟ قال لي ياك انت اصلا اللي قلتي لينا سيروا نتوما الجوج قلبوا في مقبره اخرى وانا خليوني هنا. قلت لي انا قلتها؟ قال لي والله انت اللي قلتيها، هو السيد معايا الشاهد. قلت لي والله ما قلت هاد الشي هذا. قال لي كتفلى عليا. قلت لي والله ما قلت لك شي حاجه من هاد الكلام. قال لي وتا نسول السيد الاخر ويقول لي انت قلتي لينا نتوما الجوج سيروا قلبوا في مقبره اخرى وخليوني انا نقلب هنا. انا بقيت مصدوم في راسي. وايلي، واش انا قلت هاد الكلام؟ ما يمكنش. انا نقول لهم عرفتي شنو، نجيو نخرجوا من هنا. هنا راه واقع شي حاجه وحاسب شي حاجه ماشي تليه، حيت هادشي اللي تقولوا لي قلت راه ما تدخلش العقل. وهم يقولوا لي اصلا داكشي اللي جينا على حسابه راه جيناه وهزيناه. تما كنشوف ايديهم كل واحد هز معاهم كيس، يعني هاجين خيشه ها عامره باش الله اعلم. قلت لهم واش هادشي ذهب؟ قالوا لي كاين ذهب وكاينين اثار قدام قدروا ينفعونا بشي حاجه. تما وانا نفرح وانا نعنقهم بجوج وحنا نطلعوا من ديك البلاصه اللي طلعنا. من تما وحنا شدوا ديك الحفره وحلفت بالله ما نبقى نرجع ولا نعاود نسرق، حيت هذا درس تعلمته ولا نبقى نسرق سي حد لا حي ولا ميت. من تما حنا نقصدوا دار سعيد باش نشوفوا شنو كاين في داك الخيش وشنو جمعنا. من تما في البلاصه قصدنا الدار، والصراحه من شفنا داك الشيء اللي كنا جامعين ما كانش شي حاجه غير شويه القطع ديال الذهب. يعني
ما كافيينش بشي مبلغ كبير، وشي اثار ما عندهم حتى قيمه تقدر تنفعنا. وحتى تذكرت باللي انا باقي عندي داك الخاتم في جيبي، ولكن ما علمتهمش حيت لقيته بوحدي، ما بغيتهم يشاركوني، ولكن خبيته سر عندي. من تما مشيت للدار وقلت لهم تبيعوا داك الشي، علموني وعطوني الرزق ديالي والنصيب ديالي من الفلوس. تما نرجع للدار وريحت في البيت ديالي، وبقيت هز داك الخاتم كنلعب فيه بإيدي وكنشوف. بقيت كندورو وكنتمعن فيه. داك الخاتم كان عبارة عن خاتم من الذهب والفضة، وفي الوسط ديالو كاين الماسة على شكل بيضاوي، اللون ديالها كحل، وكان عليه نقوش غريبين. فهمت كلمة وحدة من ديك النقوش، هي كلمة ديال شمهاروش. ومن تما وانا داك الخاتم الغريب رديته في الصندوق ديالو ونحطه في الماريو، وتما بقيت مريح. عاد تفكرت بلي دغاتني واحد اللفعه في البلاصه وانا نوض وانا نداوي الجرحى، ودرت عليها فاصمه وبقيت مريح. دازت 3 ايام على ديك العضه، تما بديت نحس بالالام ورجلي منفوخه، وما ترددش في البلاصه وانا نقصد طبيب وانا نقول ليه شنو واقع ليا. قلت ليه باللي كنت خارج رحله في الصحراء ويتعض لي هذه 3 ايام واحد اللفعه. قال لي ما يمكنش 3 ايام وانت باقي حي، هادشي غريب حيت اول مره كنشوف واحد عض لفعه وباقي صحيح في الصيح. وانا نقول له الشي اللي كاين، ويطلع على العضه جاتو غريبه، حيت هاد اللدغه هادي ماشي كاع اللدغات ديال الافاعي، يعني لدغه غريبه شويه. ويدير ليها الفحص ويقول لي الحمد لله باللي هاد اللفعه اللي عضاتك ماشي سامه، يعني اما هنا اليومين رجليك غتفش وغتولي كيف هي وغتبرى. عطاني شي ادويه شريتهم وانا نرجع للدار. بعد سيمانه دازت تلاقيت مع سعيد في القهوه وعطاني رزقي. كان واحد المبلغ يعني اللي عطاه لي من بعد داك الشي، مبلغ وعطاه برا شويه، يعني عجبني مبلغ كبير بالنسبه لي انا. مشيت للدار في البلاصه قصدت الوالده وانا ندوي معها، قلت ليها اليوم قبل غدا غنمشيو نخطبوا منى. قصدنا الدار والصدمه من لقينا منى مزوجه